وصفة اليوم دجاج بصوص البلسمك كتير طيبة وصحية. حطيت نايلون على فيليه دجاج ودقيتهم شوي لحتى يصيروا رقق. رح انقع الدجاج بملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ربع كباية خل البلسمك، ملعقة عسل، ملعقة صغيرة خردل، وحص من الثوم المهروس مع رشة أوريغانو وإكليل الجبل، فلفل أسود وملح. بحركهم مع بعضهم وبزيد فوقهم الدجاج، عملت فيهم فتحات بالشوكة بهيدي الطريقة. رح انقعهم تقريبا ساعة بالبراد. فينا نقليهم بشوية زيت أو بالإير فراير على حرارة 180 لتقريبا ربع ساعة أو 18 دقيقة. بالنسبة للخضرة حطيت لها زيت زيتون وملح وفلفل أسود وأعشاب إيطالية، وكمان عملتهم بالإير فراير، بس صراحة فضلتهم يكونوا مسلوقين، خصوصي البروكولي بيطلع مسلوق بالمي أطيب. حطيتهم مع الدجاج وتركتهم لحتى يستووا، وكل 10 دقايق تقريبا طلع عليهم لحتى يستووا. ما تخلوها كتير تنشف، بس لو استوت بصير فينا نشيلهم. ولنحضر جليز البلسمك حطيت الصوص اللي بقي من الدجاج على النار تقريبا 10 دقايق على نار واطية، خليته يغلي لحتى يصير قوامه بهيدا الشكل، وحطيتهم على الدجاج. كتير طلعت طيبة، جربوها وخبروني إذا حبيتوها.